السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض الكريب العسل الحلو ده. هنسميه النهارده كريب المستعجلين او كريب الناس الكسلانه. تمام. ليه بقى كريب الناس الكسلانه؟ هتعرفوا معايا دلوقتي، لان انا طبعا بطبيعتي بحب اعمل كل حاجه بايدي، العيش كل حاجه بحب اعملها بايدي لما اكون هعمل كريب. فاحنا بقى سميناه كريب الكسلان عشان اللي انتوا شفتوه دلوقتي كده جايبين كل حاجه جاهزه من بره، وهنجهزه بس معاكم النهارده. زي ما احنا شايفين دلوقتي كده معانا البطاطس اللي هي يعني، وعملنا معاها الكاتشب. ده طبعا كاتشب بيتي انا عاملاه في البيت، وجبنه بقى اللي هو البانيه اللي هو بيجي من بره ده، وجبنه معاكم اللي هو الجبنه الموزاريلا. طبعا احنا مش بنحب فيه خضار، فعشان كده انا ما حطيتش فيه خضار، يعني انا حطيت بطاطس بديل الخضار. تمام كده. فبعدين بقى بدأنا ان احنا هنقفله معاكم النهارده بقى بطريقه حلوه جدا، هتعجبكم والله ان شاء الله الطريقه بتاعتنا دي. طبعا احنا المفروض ان احنا بنقسمه بقى نصين، وبعدين بنحط الحاجات دي كده، وبعدين بنتلته كده ايه، نقفله متلت كده. لان هقول لكم دلوقتي هتقفلوه دلوقتي كده بطريقه حلوه جدا هتعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده معايا دلوقتي قطع البانيه اللي انا عملتها اهو. هبتدي ان انا احط قطع البانيه بتاعتي كده، والبطاطس بتاعتي كله جنب بعض، كل حاجه جنب التانيه كده زي ما انتم شايفين اهو. تمام كده زي ما انتم شايفين معايا، واحده واحده اهو. هتشوفوا تقفيله الكريب دي هتعجبكم جدا جدا جدا، حلوه قوي. طبعا عيش الكريب سهل جدا في عمايله يا حبايب قلبي. عيش الكريب عشان تعمليه بتجيبي شويه ميه وشويه دقيق وشويه نشا وشويه ملح وشويه سكر وخلاص قوي، وعلى كده بيبقى حلو قوي وجميل. نفس الحكايه برضو الكريسب ده، او اللي هو الفراخ الكوك دي. طبعا انا كنت عاملاها لكم قبل كده برضو، ممكن تنفع جدا. الفيديو اللي قبل ده اللي هو كنت عامله فيه كفته، تنفع جدا مع الايه، مع في الكريب ده تبقى حلوه قوي معاه. زي ما احنا شايفين كده بدات ان انا احط الكريب بتاعي والمكونات بتاعتي اللي هي الجبنه الموزاريلا والبطاطس والحاجات دي كلها اهو زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى، طبعا الكاتشب ده كان حار، انا كنت عاملاه كاتشب بيتي جميل جدا يا جماعه. ان شاء الله كده اما اجي اعمل جديد باذن الله لازم ان شاء الله اعمله معاكم باذن الله على القناه. زي ما احنا شايفين دلوقتي كده اهو. بصوا البانيه بتاعنا بيبقى جميل جدا، السندوتش بتاعنا بقى بصوا طريقته. شايفين الطريقه دي كده؟ ببتدي ان انا اقطعه القطعه الصغيره خالص دي كده بالسكينه معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى ان انا الفه زي رول زي ما انتم شايفين كده. بصوا عامل ازاي بقى اهو، حلو قوي كده. كده بقى ان الحشو بتاعنا مش بيطلع منه، وكمان في نفس الوقت بتبقى اللفه بتاعتنا كويسه قوي. بصوا اللفه بقى بتاعتنا اهي. كده بقى كريب معانا كده وسهل جدا، ولا بقى تحتاري في اللفه ازاي ولا تحتاري في اي حاجه. كريب ما شاء الله معانا حلو جدا اهو زي ما انتم شايفين كده، وما شاء الله جميل وزي العسل. نعمل كمان واحده معاكم لو انتوا عايزين كده. بصوا اهو تتفرجوا عليها، لو مش عايزين جروا الفيديو بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده اهو هنعمل كمان واحده معاكم. هنبتدي بقى نحط البانيه بتاعنا والبطاطس والكاتشب بقى والمكونات بتاعتنا كلها. لو انت حابه تحطي معاه خضار، يعني تقطعي فلفل مثلا الوان، فلفل حراق، فلفل بارد، اي حاجه انت عايزاه. اللي انت عايزاه ممكن تعمليه في يعني الكريب ممكن تحطي فيه زيتون، ممكن تحطي فيه مخلل، اللي انت عايزاه بتحطي فيه. احنا طبعا مش بنحب فيه البطاطس بس، فعشان كده حطيت بطاطس مع البانيه وخلاص. بس بصراحه كان تحفه وطعمه جميل جدا جدا جدا. جربوها يعجبكم والله يا حبايب قلبي. وبالنسبه للبانيه اللي انا اللي استخدمته ده، حلو جدا على فكره، مش وحش يعني، يعتبر احسن الايه، احسن الكريب، احسن الموجود يعني. طعمه كان جميل جدا بجد وحلو قوي. بصوا بقى شايفين ما شاء الله حلو قوي اهو. زي ما انتم شايفين كده شويه جبنه الموزاريلا دول خساره عشان يسيحوا كده فيه ويبقى حلو. شايفين بقى ما شاء الله مليان وجميل ازاي اهو، حلو قوي. طريقه التقفيل دي سهله جدا يا حبايب اهل يا حبايب قلبي، لو جربتوها هتعجبكم جدا. بعد ما خلصتوا بقى كده اهو، خلصناهم كلهم هم. هنبتدي بقى ان احنا شوفوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، شكلهم تحفه بجد والله. هبتدي بقى اجيب اي طاسه عندي على البوتاجاز كده، وابتدي ان انا احط فيها نقطه زيت صغيره عشان تقرمش معايا الكريب بتاعي. زي ما احنا شايفين كده من بره، ويبقى طري وحلو كده من جوه ومقرمش من بره. بصوا احنا شايفين بقى بدات ان انا احط واحده كده، وابتدي ان انا احط التانية جنبها. ودي لما دي تتحمر اقلبها، ولما دي تحمر اقلبها بالراحه خالص كده واحده واحده. وما شاء الله لا قوه الا بالله، بصراحه كان طعمه جميل جدا. بصوا اهو هي استوت من هنا، بقلبها وبرجع اقلبها تاني كمان مره كده، بحيث ان هي بتاخد لون جميل وتبقى حلوه معانا زي ما احنا شايفين كده بالظبط اهو. شايفين بقى كده بعد ما طلعت معانا اهي. بصوا ما شاء الله الكريب مليان، والجبنه الموزاريلا سايحه فيه كده، وحاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ تحفه بجد. لو عجبكم الفيديو بقى بتاعنا يا ريت ما تنسوش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.